اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة سلامة، والنهارده ان شاء الله في سلسله وصفات العيد. طبعا عملنا الكحك وعملنا البسكوت نوعين. النهارده باذن الله هنعمل السابليه بالشكل التحفه القمر اللي قدامكم ده. شايفين شكله؟ طبعا التزيين يرجع لك انتي. انا حبيت ازين النهارده بطريقتي انا، مش الطريقه التقليديه يعني. فبراحتكم، التزيين اللي انتوا عايزين تزينوا بيه زينوا بيه، والمتاح عندكم اعملوا بيه. شايفين شكله؟ انا النهارده عملت شكل القلب القمر ده، عليه بوسه كده ولف شغل عالي يعني. وعملت كمان اللي بالشوكولاته وعليه عين الجمل، وعملت كده اشكال بالشوكولاته، وكمان عملت بالفستق الكداب. يلا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا 125 جرام من السكر البودر، وعندي كمان ربع كيلو من الزبده الطريه بدرجه حراره المطبخ. مكوناتي كلها النهارده بدرجه حراره المطبخ. حطيت كده السكر والزبده على بعض في بوله، وعندي هنا المضرب الكهربائي. ممكن تعمليها من المضرب اليدوي بس هتاخد معاكي وقت شويه. وهفضل اخفق المكونات مع بعض لغايه ما يبقى القوام كريمي ويفتح شويه معايا. ضروري ضروري من الخطوه دي عشان تاخدي احلى صابليه دايب وتحفه. هفضل اخفق كده على اعلى سرعه. طبعا القوام بيعمل فوم شويه وقوامه بيفتح وبيبقى كريمي كده. خلاص انا ضربتهم مع بعض. معايا بقى بيضه بدرجه حراره المطبخ وفانيليا، باكت من الفانيليا. انا النهارده عامله مقدار صغير، ممكن تضاعفي المقدار يعني لو انت عايزه كميه اكبر. هخفق كمان مره لغايه اما البيضه تختفي معايا. ضروري يا جماعه المكونات تكون بدرجه حراره المطبخ. لو البيضه ساقعه الزبده هتفصل معاكي كده. خلاص ضربتهم كويس جدا مع بعض. عندي هنا بقى 375 جرام من الدقيق. مادام حطيت الدقيق ولا حاطه بيكنج باودر ولا اي حاجه، هقلب بس المكونات بتاعتي مع بعض. بقلب بس لغايه ما الدقيق يختفي معايا، مش بعجن خالص. شايفين انا بقلب بالمعلقه اهو، مش بعجن خالص. لو عجنتي هتبقى البسكوته معضمه وناشفه جدا معاكي. التزمي بالخطوات اللي انا بعمل بيها وهتاكلي احلى سابليه كلتيه في حياتك. شايفين انا بلم العجينه كده بصوابعي، مش بعجن خالص. اوعوا تعجنوا يا جماعه، يا اما البسكوته هتعمل عرق معاكي، يا اما البسكوته هتطلع معاكي ناشفه ومعضمه جدا جدا. شايفين القوام بتاعي بقى تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. هركنها بقى على جنب وهفرش المفرش بتاعي. طبعا الخطوه دي ممكن تعمليها على كيس بلاستيك او المفرش السيليكون ده. انا عندي هنا القطعات اللي اقطع بيها اهو، الاشكال اللي انتوا شفتوها في الاول. هاخد حته من العجينه بتاعتي كده وهفردها. طبعا لو الجو حر عنك خدي حته من العجين وحطي الباقي في التلاجة عشان العجينه ما تسيحش منك وتبهدل الدنيا. فردت كده قطع من العجينه بتاعتي. شايفين ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله اهي، وتحفه تحفه بجد. ما ترفعيش قوي قوي وما تخليش سمك العجينه تخين قوي. هوريكم السمك بتاعها دلوقتي. طبعا وانا بقطع دلوقتي مشغله الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني لغايه اما يسخن معايا، لغايه اما انا اكون شكلت الصاج بتاعي. طبعا دي القطعات اللي انا بقطع بيها، ممكن تقطعي بالاشكال اللي انت حباها. ما شاء الله سهل وبسيط جدا، وفي نص ساعه تخلصي كل الكميه بتاعتك اهو. بصوا بتتشال بكل سهوله. شايفين سمك العجينه كده؟ السمك ممتاز. ما ترفعيش قوي وما تخنيش قوي عشان احنا بنحط الاتنين على بعض. شايفين العجينه بتتشال معايا بكل سهوله ازاي؟ بس ضروري تحطيها يا اما على مفرش سيليكون يا اما على كيس بلاستيك من بتاع التلاجة ده، وافتحيه واستعمليه عادي عشان يتشال معاكي بسهوله. شايفين سهل وبسيط خالص خالص كده. انا خلاص خلصت العجينه بتاعتي اللي انا قطعتها. جبت قطعه من العجين كمان، وهعمل الشكلين التانيين اللي انا وريتهم لكم. بصوا لو العجينه مشققه معاكم كده ما تقلقوش خالص، كل ما بتفردي بتلم على بعضها وبتنعم خالص.
شايفين؟ انا عملت القلب وشكل الدمعة ده هعمل اللي هي المدورة. شايفين العجينة بتتفرد في ثانية وبتقطعيها في ثانية وبتشيليها في ثانية، مش هتاخد معاكي وقت خالص خالص. طبعا القطاعات المتاحة عندك اعملي بيها. طبعا لو ما عندكش قطاعات ممكن تقطعي بالسكينة مربعات عادي، ممكن تقطعي بكوباية مدور كده عادي، ما توقفيش نفسك على حاجة. شايفين شكله ما شاء الله؟ كده انا خلاص خلصت الصاج بتاعي. شايفين حلو ازاي؟ هدخله بقى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، مشغلة النار من تحت بس لغاية ما تاخد معايا لون ذهبي، واطلعها واشوفها عاملة ازاي. انا دلوقتي فردت حتة عجينة كمان وهقطع بقطعة البريتزل دي. انا دلوقتي بقطع العجينة على بعضها، بس في الخطوة دي انتي بتعيدي القطعة اللي انتي بتقطعيها، لان انا دلوقتي عاملة القطعة سليمة شوية وهدوس عليها هخليها تبقى مفرغة، هتشوفوها دلوقتي معايا هتعرفوا انا اقصد ايه. فعدوا القطعة اللي انتوا بتعملوها. شايفين بتتشال بسهولة ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. العجينة تحفة وطعمها تحفة، بتقطمي القطمة منها كده بتدوب في ثانية في بقك. لميت العجينة تاني اهو، وبفضل الم في العجينة وافرد فيها لغاية اما تخلص خالص معايا. هنا انا بضغط عليها اهو. فهمت انا قصدي ايه بقى؟ يعني عدوا المقفولة واعملوا قدها مفتوحة عشان الاتنين بيتحطوا على بعض. القطعة دي شكلها حلو قوي، وكمان سهلة وبسيطة في الاستعمال. هنا خلاص خلصت كمية العجينة بتاعتي برضو. يلا نشوف بقى اللي دخلناه الفرن هيطلع عامل ازاي. شايفين اللهم بارك؟ شكله حلو جدا ومستوي ناشف وبيدوب في البق. شايفين التسوية بتاعته مظبوطة جدا. يلا نشوف بقى هنزينه ازاي. طبعا ركنته لميته كده في طبق لغاية ما يبرد شوية. وعندي هنا سوداني مجروش، اللهم صل على سيدنا محمد، الفستق الكداب مجروش سوداني طبعا وعليه لون اخضر، وعندي عين جمل، وعندي اشكال من الشوكولاته، وعندي شوكولاته خام انا مسيحاها على حمام مائي، ومعاها معلقتين من الزيت. بحشي كده في النص الاول واقفل الاتنين على بعض. هعمل كميه وبعد كده زين من بره. شايفين؟ بحط شويه من الشوكولاته واحشي السابليه بتاعي واروح قافلاه. طبعا ممكن بدل الشوكولاته دي تحطي مربى حليب، لوتس، نوتيلا، المتوفر عندك اعملي بيه. وطبعا ممكن مربى بس هو مشهور بالشوكولاته. كده خلاص حشيت الكميه بتاعتي دي. هنزل كده بقى في الشوكولاته. معايا معلقه بغرق بيها البسكوته، وشوكه بشيل بيها البسكوته عشان تصفي كل الشوكولاته اللي عليها. عندي هنا برضو حاطه عليه كيس بلاستيك عشان البسكوته بتاعتي تتشال معايا بكل سهوله، عشان الشوكولاته تطلع منها بسهوله. بس طبعا قبل ما الشوكولاته تنشف معايا هاخد اشكال الشوكولاته اللي انا عاملاها دي او المكسرات او اللي انتي هتحطيه عليها، واروح نازله عليها على طول عشان تلحق تلزق في الشوكولاته قبل ما تنشف. يعني اعملي اتنين اتنين كده والزقي الشوكولاته بسرعه عليها. سهل وبسيط وشكله في الاخر بيبقى تحفه. شايفين شكله ما شاء الله حلو جدا وطعمه حلو جدا جدا. وطبعا السابليه ما بيختلفش عليه اتنين، اكتر حاجه الناس بتعشقها في حاجه العيد. هنا حطيت عين جمل برضو لزقتها قبل ما الشوكولاته تنشف. هنا هعمل شكل الدمعة اهو، الشكل ده حلو جدا. هحط عليه برضو من عين الجمل.
طبعا انا قلتلك المتاح عندك زيني بيه، ممكن خطوط بالشوكولاته البيضاء، ممكن تسيبيه زي ما هو كده، ممكن تحطي عليه سبرينكل، اللي انتي حباه والمتاح عندك اعملي بيه. هنا انا شكل البريتزل ده حطيته في الشوكولاته ورحت حطاه في الفستق الكداب، طلع بالشكل القمر ده. طبعا ممكن تسووه زي ما هو كده برضو شكله حلو جدا، بس احنا حابين ندلع حبايب. هنا حطيته في السوداني المجروش، طلع برضو شكل حلو جدا. تعالوا بقى نعمل شكل القلب ده. بالله عليكم بالله عليكم لو وصلتوا معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. وبالله عليكم انا محتاجه حد يدعمني ويشجعني، يعني انا بقدم محتوى كويس على قد ما اقدر، بحاول افيد الناس، مش بقدم محتوى فاشل او حاجه مش كويسه. فبالله عليكم شجعوني 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 بالله عليكم، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم في الايام المفترجه دي، ان ربنا يحقق لي اللي انا بتمناه، ولكم من المثل ان شاء الله. وما تنسوش تحطوا كومنت حلو منكم. شايفين شكل القلب بقى شكله قمر ازاي؟ هنا انا خلصت الكميه بتاعتي، هركنها على جنب بس حوالي دقيقتين، الشوكولاته تنشف معايا بس، واشيلها في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. شكله قمر وطعمه قمرين، وانتوا 3 قمرات. ايه رأيكم بقى في شكله؟ ولا طعمه حكاية حكاية؟ شايفين شكل القلب ده اللي عاجبني قوي قوي، وشكل الدمعة بعين الجمل، وكمان المدورة الشوكولاتة القمر اللي محطوط عليها دي. شايفين شكله؟ تعالوا كلوا بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في وصفات جاية كتير ان شاء الله من سلسلة وصفات العيد. اشوفكم على خير باذن الله، واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.